نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم بألف خير يا رب. فيديو جديد ويوم جديد وشغل هاتك يا شغل. تعالي بقى اقولك ازاي يكون عندك خير في بيتك، وكل حاجة هنستفاد بها وهنعمل بها ايه. الوقت معايا قشطة كنت محوشاها من على وش اللبن. وكنت بعمل بقى الفطور وكده. فطبعا مفيش شغل فطور كتير اليومين دول، قلت بقى بدل ما تبوظ على الرف وكده او ادخلها الفريزر، لا انا ايه اخدها واعمل بها زبده احسن واسيحهم واعمل بهم شويه سمنه بلدي. دلوقتي بقى فضيت القشطه كلها زي ما انتم شايفين في العلبه اهوت في بلاستيكايه، وحطيت شعره ملح بس صغيره. وهفضل بقى هتكات عايزه احطها في عجان براحتك انت عايزاه. بس هي يا دوبك ما خدتش اي حاجه، هو يا دوبك برمتين اتنين كده في البلاستيكايه، كان كل حاجه ايه مية مية. اهو فصلت وقعدت ادرب من ايدي دي لايدي ديت شويه. اهو ما شاء الله الخض بتاعها نزل اهو. زبده بقى مضمونه ولا مغشوشه ولا داخل فيها حاجه ولا اي حاجه. احلى من تجيبها من بره او تجيبها لحد، حتى لو انت هتشتري القشطه من حد مضمون فلاحي وتعملها انت عندك زبده في البيت، ما شاء الله ناعمه وجميله وبيضه ومش زي اللي بتيجي من بره. ما شاء الله طلعت الخض معانا قد ايه. هنرمي الخض دوت. تعالى اقول لك نعمل بالخض ده ايه. تعالى بس نكور الزبده الاول، وصلى على النبي كده وحطوا لايك وتعليق منك وقولوا لي بتتابعني من انهي حته من انهي مكان، وعشان نتعرف على بعض كده ودعوه حلوه منك. وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه. مسكت الزبده بقى عملتها كده. انا والله ما رضيتش اوزن، انا قلت ايه بدل لا ببيع ولا بعمل، قلت مش هوزن بقى هو خير وخلاص. وقلت بقى شويه كده يعني عم اخلص اللي انا بعمله، وفي فيديو تاني هنسيحها مع بعض ونعملها سمنه مع بعض. الزبده ما شاء الله جاموسي مية مية معاكي، نفس من بره زي ما بيجيبوها متكوره وانت اللي عاملاها عندك في البيت. اه طلعوا لي ما شاء الله 3 كور كبار. 3 كور يعني هم دولت اساسا يعدوا الكيلو الزبده اصلا. لو انا حطيتهم على الميزان هيعدي الكيلو الزبده. والقشطه كانوا يعني حوالي القشطه كيلو 700 كده، او كيلو 600 او كيلو ونص كده، يعني كنت واخده منه قيمه يجي نص كيلو كده. اه الوقت بقى صفتها من اي حاجه ما شاء الله 3 كور ما شاء الله كبار. تعالوا بقى اقولك نعمل ايه بالخض. الخض دوت يعني كله سمنه بقى، يعتبر الزبده اهوت كله بقى نازل الزبده كده. جبت 3 كيلو دقيق. انت اعملها على قد المقدار اللي انت عايزاه، انا جبت 3 بقى عشان احنا نوزع ندوق الحبايب وكده. اه 3 كيلو دقيق. هحمص عليهم حبة سمسم. هنا حمصت السمسم قفلت معاكم. طبعا احنا في الحر هحط كيس بيكنج باودر بس وكيس خميرة بس. الجو كان حر ما وهي مش هتخمر مني قوي، فما كترتش خميرة ولا حاجة. وديت روايح بقى ممكن تستغنى عنها اصلا، لو مش عايزة تحطيها استغنى عنها. انا بقى حطيت ريحه الموز وريحه السمنه البلدي، مع ان كان كله سمنه بلدي يعني. وبحط واحد فانيليا برضك يعني ايه تدي ريحه وخلاص برضو. حطيت واحد باكت واحد بس او بودره كده اهوت. وحطيت حبه ملح كده. وحطيت معلقتين لبن بودر عشان يدوها لون حلو. بس هي دي معلقه من بتاع الشاي اهو. بس كده خلاص. هحط بقى السكر، الكيلو بياخد 3 معالق سكر. بس دي معلقه شاي طبعا، فانا حطيت ايه شويه كده والسكر بتاعها طلع مظبوط جدا. خلاص كده بقى هقلب السمسم في قلب في قلب الحاجات ديت الخميره وكل دوت، عشان ايه احط السمنه عليها. قلبتهم بقى ببعض اهوت. هجيب السمنه عايرها بقى بالكوبايه. المفروض الكيلو في القرص الطريه بياخد كوبايه. انا حطيتهم بقى هما كوبايتين، يعتبر كوبايتين الا ربع. عشان طبعا الخض بتاع الزبده كان نازل وكان كتير يعني. اه جيت امسكها اصلا سخنه قامت ناطره على ايديا وهدوم. يلا الحمد لله خير. هبس بقى الدقيق بالسمنه كده بالحوايج بقى اللي فيه عشان اشربه كله حلو. وبعد كده احط الخض واعجن باللبن رايب بقى. احلى واطعم قرص طريه فلاحي هتدوقيها. والله ما شاء الله طعم وريحه ولون. هنبس بقى الدقيق في قلب السمنه كده كله. عايزه انت تحطي كميه اقل براحتك على حسب المقدار اللي عندي. املي خارج بيت بقى وحاجات كده بريحتها يا سلام. فلاحي في فلاح. اه هجيب بقى السباتولا وانزل كل اللي في قلب الحب او زيب دهيت
هنزل بقى الزبدة والقشطة اللي في قلب العلبة ديت كلها. هقلب بقى الحاجة ديت مع بعضها كده بايديا ونشوف بقى. ممكن بقى لو انت ما عندكش الا الخض بس مثلا تكملي عجين بمية بقى. انا بقى كان عندي اللبن الرايب فكملت باللبن الرايب. اه اللبن الرايب ما شاء الله اهو. هعجن بيه بقى. هقفل معاكم بقى لان بصراحه الرخامه دي وجعت لي دراعي وما كنتش قادره منها اصلا، وانا ما بعرفش اتملك بحاجه كده. فهنزل على الارض بقى وهتك انا وهي، افتكري بقى اي حاجه معصباكي اي حاجه مضايقاكي واشتغلي بقى. اهو الصلاة على النبي. لبانه تحت ايدك ملبن كده اهو. عجينه مش عايزه اقول لكم بقى، كفايه كانت ريحتها، بس ريحتها كده تتاكل نيه كده. ملبن تحت ايديا والله اهي، هي باينه اساسا مش محتاجه ان انا اتكلم. ما شاء الله. هحطها بقى 5 دقايق بس تعمل كده. هنا بقى جبت تليفوني على الستاند وقمت مشغله على انعام حسن. اقسم بالله يا جماعه انا بحبها موت، بحب انعام بجد بجد بحبها. وقمت رايحه مشغله اتفرج عليها بقى، وقمت رايحه ماسكه الكوره واقوم في قلب الصينيه كده. لقيت الموضوع ما مش هيجيب معايا كده، فقمت رايحه حاطه الصينيه هناك على البلاستيكايه واعمل على المفرش بقى، واللي اخلصها اخرمها بالشوكه كده اهو. هبدأ بقى اقرص كده شوية وبعد كده اقوم رايحة ايه عاملاهم كده. احلى قرص طرية. ما تسرحيش بقى وحط لايك حلو منك كده وقولي بتتابعيني منين، وايه رأيك في الفيديوهات اللي بنزلها. بحب اشارككم كل حاجة وعايزة اكون انتوا اللي تكبروني وانا هكبر بيكم ومعاكم بإذن الله. طبعا بقى عيالكم في الامتحانات والدنيا هيصة. انا خلصت عندي، كان عندي اولى خلصت، عندي تالتة بقى لسه ان شاء الله يوم التلات اخر يوم. ربنا يوفقهم وينجحهم يا رب، وندعواتنا بقى للثانوية العامة بإذن الله ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرنا. اهو كده بقى بعملها قرصة واعمل واحط في الاخر بقى خرم كله انا بالشوكة بقى. اللي عملوه خرموكة عشان ما ترتفعش في الفرن وكده. هبدأ بقى اكور اللي معايا تاني بردك كده واحط برضو. يا رب يا كريم. هنا بقى اهوت دي الصينيه اللي خلص بعد ما خلصتها هي، ودي الكميه كلها انزل اولع الفرن تحت بقى ونسوي مع بعض. هنا بقى هي اتحطته قدام الفرن، ولعت الفرن هديته من فوق ومن تحت وظبطت درجة الحرارة وقعدت اسوي. وهنا بقى كانت طلعت احلى واجمل قرص طرية هتشوفوه. لون من جوه وهشة وبصي مش مكلتمة ولا اي حاجة، وفيها طعم الزبدة الفلاحي وطعم اللبن الراي، حاجة كده متدلعة. كوباية شاي بلبن بقى او كوباية شاي او كوباية لبن وهاتي بقى الطبق وتعالوا اقعدوا وسقسقوا وكلي بقى يا ست البنات. احلى واجمل قرص طرية، طريقة ولا في الخيال. حاجة كده تفكرك بطعمه وريحة زمان، حاجة كده فلاحي متدلعة. شفتوا انا مش محتاجة ان انا اتكلم عن حاجة، كل حاجة باينة في الفيديو اهوت، ومش هقدر بقى اقول اي اكتر من كده. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص النهاردة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.